السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلين وسهلين بحبابي الغالين، أهلين بكم. فيديو اليوم شوربة لسان عصفور بالعدس. حطيت فيها عدس بلاش قشور، عدس الأصفر، وحطيت فيها العدس الأخضر بالقشور، وحطيت فيها فول مصري وكرافس ومعدنوس وصدر الدجاج قصيته طروف. هذاك صحين الشوربة جاهز بعد ما طبخته. باش نوريكم المقادير كيفاش عملته. ما عملتهاش جارية برشا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلين وسهلين بكم أحبابي الغالين، متابعي الأعزاء الأوفياء. ربي يبارك لكم ويسعدكم ويفرحكم. اللي دخل القناة وعجبته القناة وعجبته الفيديوهات يعمل لي متابعة، اشتراك، يضغط على الجرس باش يجيه كل جديد، كل ما نهبط فيديو جديد يشاهدوا. لهنا حطيت شوية زيت مش برشا، قدر 3 مغارف، خاطر جاري ما يحبش الزيت، خاطر فيه الماء برشا. حطيت مغرفتين طماطم، حطيت مغرفة هريسة، حطيت كركم تبل كروية وثوم، بديت وبصلة وبديت نقلي فيهم. حطيت الدجاج معاهم، قصيته طروف الزر متاع الدجاج، ومن بعد بديت نمرق بشوي بشوي. حطيت الفول المصري، حطيت العدس، وحطيت العدس الاصفر والاخضر. علاش حطيت فيها الفول والعدس؟ نورمالمون نحط فيها، المفروض معناها نحط فيها حمص وكهو. نهارتها ما عنديش حمص وحبيتها معناها تكون صحية، وليت حطيت فيها هذوك، وزدتها الكلافستون مع الدوس، كهو شوية ملح، فلفل أكحل، جات ما شاء الله. هيك هذيك تدفي، معناها تدفي وتقوي. مع احنا في العيلة عنا نزلة برد، قوينا رواحنا بهذيك، واحد ما ينجمش ياكل. هيك فكرة بسيطة. الناس كلها تعرف طيب الشوربة، اما كل واحد كيفاش يطيبها على طريقته. انا طيبتها بالموجود. الى اللقاء في فيديو جديد.